ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة عالم دعاء عسقلاني. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله. اهلا بكل الناس الجديدة اللي شرفتني في القناة، مش عارفة اقول لكم ايه ولا عارفة اشكركم ازاي. اهلا بيكم وان شاء الله تتبسطوا معانا بكل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها على القناة. طبعا الحماس اللي كان على اخر فيديو ما اقولكمش، يعني بصوا ما شاء الله الفيديو طالع حدث وما تتحركش. فانا النهارده قررت ان انا اعمل معاكم حاجه جديده ومجنونه حبتين، وكان يعني خطوه لابد منها، انا عن نفسي كنت محتاجاها. فانا قررت ان الترابيزه اللي موجوده في الصاله زي ما الناس القديمه اللي متابعاني دي كنا عاملينها مع بعض كافي كورنر، بس احنا بقينا لا بنشتري الكافي ولا بقى في كورنر من اساسه. فقلنا خلاص كده نركن موضوع الكافي كورنر ده على جنب ونروح نعمل حاجة مفيدة، لان انا كنت محتاجة الموضوع ده جدا. قررت ان انا اخد الترابيزة واقلبها مكتب زي ما انتوا شفتوا المنظر دلوقتي، كان على الكومودينو على التربو، يعني المنظر كان صعب جدا. فقررت ان انا اجمع كل الحاجات دي واحطها على مكتب واحد وحاجتي تبقى في مكان واحد، علشان الاولاد لما بيلاقوا اي حاجة كده ولا كده، طبعا ما اقولكمش على اللي بيعملوه كأنهم لقوا كنز وبيقرروا ان هم يدمروه في الحال. قعدت ادور بقى وافكر على اكتر مكان ممكن يحصل فيه تعديل وتبديل في المكان عندنا في البيت، علشان احط فيه المكتب وفي نفس الوقت يبقى جنبي وعملي وينفعني في شتاء وفي صيف وفي كل الاماكن وفي كل الاوقات، وما بقاش متضايقه يعني لما يجي مثلا عليا الشتاء ابقى متضايقه منه. فانا قررت ان انا هحطه في اوضه النوم جنبي بالظبط. هشيل الكومودينو، هستغني عن الكومودينو خالص وهشيله وهحط المكتب او الترابيزه بتاعت، هي اساسا ترابيزه كمبيوتر، يعني هي اساسا ممكن تكون موجوده في بيوت كتيره جدا، نفس الشكل ونفس الهيئه دي موجوده عند ناس كتيره جدا، لانها يعني موديل قديم جدا من ايام ما بدات الترابيزات بتاعت الكمبيوترات تطلع، فهي موجوده عندنا. المهم خدت كل الحاجات اللي موجوده في المكان، طبعا كان عليها كميه تراب فظيع زي ما انتوا شفتوا، نظفنا كل حاجه ولمعنا كل حاجه، وديني بلمع التربو لاني هحطه في مكان تاني، لقيت له مكان، اخترعت له مكان او لقيت له مكان تحت الارض فهحطه فيه. وبعد كده بدأت انضفه كويس بالوايبس. طبعا الناس اللي معايا عارفاني وحافظاني وعارفة ان انا مش بنضف غير بالوايبس. طبعا بعد ما خلصت التوضيبات دي، بصوا التوضيبات دي كان المفروض تتم يعني ايه في ساعة اتنين بالكتير، طبعا مع وجود الاولاد ومع اكتشافاتهم. يعني كل ما بخرج حاجة طبعا الولاد عينيهم بتلمع، واللي هو عايزين بقى ينقضوا على الحاجات كده وعايزين يفرتكوها. ايه ده يا ماما انت كنت جايبة الحاجات دي من امتى؟ عمو بتاع الانابيب عادي، لازم من يوم ما بدأت فتحت القناة ولازم اليوم اللي أكون بسجل فيه صوت لازم 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 يعدي بتاع الأنابيب من تحت البيت، ده بقت قاعدة. نظفنا المكان تنظيفة العيد الكبير، فوق الركب وتحت الركب ما خليناش. وبعد كده جبت الترابيزة زي ما انتوا شايفين. انا مش هبطل تسجيل برضو علشان عمو بتاع الأنابيب هو مطول معانا حبتين النهارده. المهم زي ما انتوا شايفين جبت الترابيزه وحطيتها، طبعا والاجازه تأديب وتهذيب واصلاح، لازم الكل يشتغل، مفيش حد مش هيشتغل معانا. طلعت ماما الكتعه اللي جوايا وخليت كل واحد يمسك له منديل ويشتغل تلميع في الترابيزه. طبعا اللي عندهم ترابيزة زي دي عارفين انها كلها عبارة عن مسامير وصاموليات، فانا قررت ان انا هصلح كل حاجة موجودة او كل حاجة بايظة فيها، وفعلا في حاجات كانت مفكوكة فيها واماكن كانت فكة فيها، فانا قررت ان انا اصلحها. طبعا طلعت كل المواهب اللي جوايا وصلحتها الحمد لله. بعد كده نيجي للحاجات اللي هنحطها بقى فوق المكتب. تعالوا بقى اقول لكم على الجمال ده. شايفين الكرتونة دي؟ انا كانت عجباني جدا لانها يعني بصوا انا كنت محتفظة بيها ليا فترة علشان الكرتون بتاعها كان سميك حبتين، فانا جبتها وظبطتها وعملتها بستيكر من بره. وكنت عاملة قبل كده بنفس الستيكر ده علبة تانية اهي اللي على المكتب دي. شوفوا بقى، كلموني على الجمال وكلموني على الحلاوة وكلموني على، بصوا والله النظافة حلوة والترتيب حلو والتنظيم حلو يا ولاد.
الجزء اللي بشاور لكم عليه ده عبارة عن كرتونة حطيتها عملت فتحات فيها علشان ادخل القوايم اللي هي بتاعة الترابيزة وبتاعة المكتب بتاعنا، علشان تدخل فيها كده، لان المكتب مش واصل لغاية الحيطة، في فراغ، فاي حاجة هحطها ورا هتقع ورا المكتب. فانا قررت ان انا اعمل زي ايه، حتة كده، عارفين، اسد المكان، فاهمين الفكرة. ايه الحلاوة والجمال والطعامة دي. كلموني بقى على المكان بعد ما كمان حطينا فيه الاباجورة. يا لهوي، بصوا، خدها في حتة تانية خالص. طبعا الاباجورة كان لازم تكون موجودة علشان لما يكون في حد نايم وكده ما ينفعش ان احنا نشغل الانوار كلها بتاعة المكان، ولما اكون عايزة اعمل حاجة. لان طبعا يا جماعة بصوا، في ناس كتير هتقول طب انتي محتاجة في المكتب في ايه وبتاع. ان شاء الله هتعرفوا بعدين حابة اقول لكم بعدين. بس حاليا يعني كل اللي انا اقدر اقوله لكم ان لازم يبقى ليكي مساحه خاصه، لازم يبقى ليكي مكان لوحدك، لازم تكافئي نفسك كل فتره. يعني الاقلام الهايلايتر اللي انتوا شايفينها دي اللي انا بفتحها دي كانت مكافاه ليا لما عملت انجاز صغير. طبعا مش المكتب خالص او ان انا رتبت المكتب، لا خالص. كان في انجاز كده حصل، هشاركه معاكم ان شاء الله في الوقت المناسب. فلما حصل الانجاز ده قررت ان انا اجيب هديه لنفسي، هي اقلام الهايلايتر والقلم الجل اللي هو عليه كيتي ده. وشيء زي ما انتم شايفين، بصوا، كل ما بلاقي حاجه ممكن تتعمل للمكتب بعملها. بلاقي علب صغيره عندي كده، او اي علبه مثلا جاياني في اوردر تكون الكرتون بتاعها حلو وناشف. يعني اللي انتم شايفينها العلبه الصغيره دي علبه شاي. دي التانية دي علبة، يعني كان جاي فيها اوردر وكده، وكنت مخلياها ومحتفظة بيها لغاية ما لقيت لها استخدام. زي ما انتوا شايفين بصراحة زي ما يكونوا طقم. يعني بصوا، هاتولي طقم زي كده ممكن يتجاب لأي مكتب هتلاقوه بآلاف الجنيهات طبعا، تمام. وكلها حاجات من البيت من غير ما أكلف نفسي ولا أعمل على نفسي مجهود زيادة، أو إن أنا أكلف نفسي في حاجات. والحاجات الباقية كلها بتيجي بالتدريج، وإن انت تحوشي لها أو إن انت تعملي لنفسك ميزانية، أو لو كنت بتاخدي مصروف برضو تخصصي منه جزء تجيبي حاجة بيه لنفسك. ده اللي أنا بعمله وده اللي أنا متبعاه في حياتي. بتمنى من كل قلبي إن الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عندكم حاجة راكنينها في البيت مش عارفين تعملوا بيها إيه، ممكن تحولوها لحاجة تانية خالص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها إن شاء الله.